السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنشكر جميع المتتبعين والمتتبعات، والخوت اللي مازال ما فعلش الجرس يهبطوا يفعل الجرس، واعطوني اللايكات ديالكم على هاد لا فيديو مهمة بزاف، باش توصل واحد الدولة مجاورانا في الجوار. اخوتي في الجوار كيتسناونا داكشي علاش مهم. باش ما نطولش عليكم الخوت، راه الشعب المغربي والله ما كاين بحالو. انا راه كنمكن كل الحب والاحترام جميع الدول اللي كتقدرنا وكتشرفنا وكتحترمنا، وتا حنا كنقدروها وكنشرفوها وكنحترموها. ولكن اخوت اللي كيقلل الاداب على المغاربه وكيسبنا وكيشتمنا راه ما يمكنش لينا نسكتوا. علاش؟ انا هاد الدوله مجاورانا هي بالعربيه نقول كراغيله، لانهم كنا كنحترموهم وكنا كنقدروهم، ولكن هما ما بغاوش يحترموا راسهم، والسب والقذف والشتم وكذا. وزدت اخوتي باش نهار اتاكدت انا بصراحه كنت انا كنت كنحبهم وكنبغيهم. انا ماشي كنقول كاع كلهم بصفه عامه خايبين، انا واحد الفئه. حنا كنا كنحبهم، ولكن باش زدت اتاكدت اخوت هي نهار كان داك عندهم الافتتاح ديال الشان، هنا زدت اتاكدت 100% انه ما كاينش خاوه. المهم باش ما نطولوش، وهاد لا فيديو راه غتزعزع ليا غتمرض ليا البشري. سمعوا خونا شنو غيقول، غنتبعوه غنتبعوه ونتصنتو شنو غيقول. راه كاينين الناس غيسمعوا هاد لا فيديو غيمرضوا. يلا خليكم تستمعوا معنا. صدمة كبيرة للإعلام الجزائري بعد تصريح زين الدين زيدان، بعد ما صرح في كل وسائل الإعلام إنه هينوي إن شاء الله الحضور في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المقامة من المغرب. طبعا الناس اتصدمت، انت ليه رفضت الدعوة الجزائرية لحضور شان افريقيا 2022 وانت اللي تطوعت انك تروح المغرب بدون اي دعوة رسمية من المملكة المغربية عشان تحضر اولى المباريات لكاس العالم للانديه ما بين النادي الاهلي ونادي اوكلاند سيتي. انا هقول لك الحكايه، بس عايزك في بدايه الامر تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وتنزل تفرحني باللايك المتين للفيديو، سبسكرايب للقناه لو انت اول مره تتابعنا، وشير الفيديو فضلا وليس امرا. في ناس ربطت التصريح دوت من زين الدين زيدان لتشجيعه او عوده تدريبه لفريق ريال مدريد. في بعض الوسائل الاعلاميه الاخرى قالت لك ان زين الدين زيدان جاي دعما للبطوله من اجل المملكه المغربيه الشريفه. الارجح الاثنين صح، والارجح احنا لينا الفايده العامه. زين الدين زيدان طبعا نجم موهوب ونجم عالمي فرنسي من اصول جزائريه، لكن ما حبش يروح الجزائر في افتتاح بطولة الشان الأفريقية بعد تعنت السلطات الجزائرية فتح الأجواء للمنتخب المغربي بالوصول بطائرة مباشرة طبعا للمشاركة في الشان. بالنسبة لزين الدين زيدان شايف إن دوت تعنت واضح وعدوان وظلم على المملكة المغربية الشريفة، وده حقيقة بكل وسائل الإعلام اللي نشرت الخبر واتهمت الجزائر اللي هي بتدخل السياسة في الرياضة. ها اللي كنهضروا عليه، واش دخل السياسه في الرياضه؟ احنا كنعرفوا الرياضه ما عندها دخل بالسياسه. اطلب منكم القجع تفتحوا الاجواء، ما فيها مشكل، فتحوا الاجواء نمشيو نلعبوا المباريات ديالنا ونشوف بحالنا. ولكن نتوما كدروسكم معلمين مع القجع، ورا القجع هذاك السي محمد. واسمع اسمع. السياسه في الرياضه الخ. وطبعا بعض الاعلاميين عندهم اللي طلعوا معاد يقولوا لك المغرب دايما هي اللي عايزه تخلي الجزائر فاشله والكلام ده. انتوا يا ابني الناس اللي بتفشلوا نفسكم، انتوا اللي بتقدموا القضايا الفاسده بحجج ان احنا كنا عايزين نصلح المنظومه الافريقيه سواء كان في الرياضه او سياسيا، وانتوا السبب. اللي انا مش قادر استوعبه او قادر اتخيله في دماغي اصلا، لما تبقوا انتوا دوله اسلاميه عربيه وتعادي الجار المسلم العربي الامازيغي اللي ما بينكم مشاركات تاريخيه. عارف في الامر ان المغرب هي اللي ساعدت الجزائريين والدوله عشان تقيم دوله الجزائر نول الاستقلال من فرنسا. المغرب اكبر دوله وقفت جنبك. الغريب ان انتوا دايما للاسف الشديد تعضوا الايادي اللي تحاول تساعدكم، زي ما انتوا برضو هجمتوا على المصريين وقعدتوا تشتموا فينا وتقعدوا تقلوا في ادبكم علينا، واحنا اللي معلمينكم اصلا اللغه العربيه، واحنا اللي ايام السادات وايام جمال عبد الناصر لما بعتنا لكم الدكاتره والمهندسين عشان يعلموكم، انتوا كنتوا مفيش خالص، انتوا كنتوا متسطحين على التراب. سبحان الله يختلف الحال من المحال، وتيجوا النهارده تقولوا ده احنا دوله، ده احنا عملنا، ده احنا سوينا، وانتوا طوابيركم واقفه من الاول للاخر على شويه زيت، على شويه سكر، على شويه اكل، عندكم مواد
ها اللي قلنا ياك ماشي المغرب اللي كيقول لكم نتوما شادين الطوابير، باش تعرفوا روسكم راه الطوابير عندكم راه في العالم معروفه، ها دولة البترول وقال لك والغاز، غنسدوا على المغرب صافي غيموت بالجوع. وراه نتوما اللي متو بالجوع، ها نتوما شوفوا باش تعرفوا العالم كشف الحقيقه ديالكم. الطوابير ديالكم على الحليب، على الزيت، على البترول، على الغاز، مالكم فين غاديين؟ وخسرتوا خسرتوها في العالم، خسرتوا كنقولوا الصوره ديالكم كجزائريين. انا كنهضر على الجزائريين، ما كنهضرش على الجزائريين الاحرار، كنهضر على الكراغيله. عندكم غاز وعندكم خيرات ربنا عليكم، لكن للأسف مش ليكم، دي رايحة لفرنسا، رايحة لأجدادكم، رايحة للدولة اللي استعمرتكم. زي ما شفنا كده رئيس الوزراء ولا معرفش اسمه ايه كده، شنبريحة دوت، رايح لفرنسا وهي اللي يعني ذلته هو وأسلافه، لأنه يعتبر شخص جزائري عسكري، ومع ذلك رايح هناك ويلبس الخوذة بتاعت الفرنسيين اللي كانوا أذلوكم. يعني ما عندكمش توافق حتى ذهني، ما عندكوش للاسف فكر يشتغل. ما تقارنش ان زين الدين زيدان لما رفضك هناك اللي هو يحضر خايف على نفسه، الراجل ليه حق، عندكم ظهرات وعندكم قلق وعندكم سهر ونهب وقله ادب. لكن لما يروح المملكه المغربيه زي ما ابنه برضه راح عمل شهر عسل ممتاز في مدينه مراكش العالميه بالاراضي المغربيه، ما قالكش اروح للجزائر، ما قالكش اروح اي دوله تانية، قال لك انا هتوجه للمغرب، راحه واستجمام وطبيعه وجمال وبلد جميله ملهاش حل. كلكم والشعب المغربي كوم تاني، الشعب المسالم اللي عمره يحسسك في يوم من الايام ان انت مختلف او ان انت مثلا مش مغربي ولا الكلام ده، بيعاملك كانك مواطن مغربي، بيعاملك ان انت اخوه، بيفتح لك باب بيته انك تتناول معاه الاكل، مع العلم ان هو ممكن ما يعرفكش. ما هو علشان المملكه يا ساده هي بلد الكرم وبلد الاخلاق وبلد الجدعان قوي. احبائي الكرام اللي ما حطش اللايك من الجدعان دولت انا زعلان منه، شير الفيديو فضلا وليس امرا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.